السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أميرة الديكور. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال. اليوم حبيت نشارك معكم موضوع يهم بزاف العرسان، وهو تنسيق ديكور غرف النوم، خاصة اللي يميلوا للذوق الرومانسي اللي فيه اللون الاحمر والقلوب. راح نشوفوا مع بعض كيفاش نقدروا ندمجوا هذه الالوان بطريقة انيقة ومريحة للعين في نفس الوقت. وقبل ما نبدأ، إذا كنتم جدد معنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد في عالم الديكور. يلا نشوفوا مع بعض. شوفوا معي هذه التنسيقات الرائعة. اللون الأحمر معروف باللي يعطي طاقة وحيوية كبيرة للمكان، ومع لمسات بسيطة نتاع القلوب الغرفة تولي عندها طابع خاص ودافئ. السر دائما باش ما يجيش الديكور متعب للعين هو أننا نعرف وين نحط اللون الأحمر، سواء في الأفرشة والوسائد ولا حتى في الإضاءة الخافتة اللي تزيد نص في جمال الغرفة. غرف النوم هي المكان اللي لازم نحسوا فيه بالراحة والاسترخاء، عليها لازم نختار التفاصيل اللي تعبر على ذوقنا الخاص وتخلينا مرتاحين في مساحتنا الخاصة. شوفوا معي هذه التفاصيل الصغيرة. كي لا يظن باللي كثرة اللون الأحمر والقلوب تقدر تجي ثقيلة، بصح السر دائما في التنسيق. مثلا نقدر نستعمل أفرشة بيضاء مع وسائد حمراء في لمسات القلوب، هكذا نكسر حدة اللون ونعطوا للغرفة إضاءة وشراحة. الإضاءة هنا تلعب دور كبير، خاصة الأباجورات اللي تعطي ضوء خافت ومريح، تبرز جمال الأحمر وتخلي الأجواء هادئة بزاف. حاجة ثانية مهمة في ديكور غرف نوم العرسان هي التناسق بين الأثاث والإكسسوارات. القلوب ممكن تكون في ستائر خفيفة أو حتى في شموع عطرية موزعة بذكاء فوق الكوافيز. هذه اللمسات هي اللي تخلي الغرفة تحكي قصة حب وتخلي العرسان يحسوا باللي راهم في عالمهم الخاص. وتذكروا دائما باللي الأناقة ماشي في كثرة الأشياء، بل في اختيار الحاجة اللي تعمر العين وتريح النفس. وفي الأخير إن شاء الله تكون هذه الجولة في عالم ديكور غرف النوم نالت إعجابكم ولقيتوا فيها أفكار تفيدكم في بيوتكم. نتمنى لكل العرسان السعادة والهناء في حياتهم الجديدة. ما تنسوش تخلوا لي رأيكم في التعليقات، هل تحبوا اللون الأحمر والقلوب في غرف النوم ولا تفضلوا الألوان الباردة والهادئة؟ شكرا جزيلا على متابعتكم الوفية ودعمكم المتواصل للقناة. استنوني في فيديوهات قادمة إن شاء الله، وتهلاو في رواحكم بزاف. في أمان الله وحفظه.